تنمويا تتواصل بإقليم طنطان أشغال إنجاز إحدى أكبر القناطر على الطريق الوطنية رقم 1 على وادي درعا، منشأة تشكل لبنة أولى لمشروع الطريق السريع تزنيت العيون المندرج في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. حافظ محضار، محمد نوار وعبد الرحيم حاجي. مراحل متقدمة بلغتها أشغال إنجاز هذه القنطرة الكبرى على وادي درعا بالطريق الوطنية رقم 1 التي تصل إقليمي طنطان وقليميم، منشأة يأتي إحداثها للحد من آثار السيول بهذا الوادي التي تتسبب في قطع هذا الشريان الطرقي المحوري الذي يصل جنوب المملكة بشمالها. إنجاز منشأة ضخمة بهذا الحجم والمواصفات الاستثنائية أثلج صدور مستعملي هذه الطريق الحيوية. هاي القنطرة الكبيرة الزينة، هذا الشيء حاجة الحمد لله تفرح، واعلنوا لا يعود مستمر. هاو القناطر في هاو الوديان اللي كيف تهاك باش الطريق ما تلا تحبس، تعود الحديد ميسور ويعود كل شيء ميسور. لا الطريق هذه كنا كنعانوا فيها قبل، ما كانوش قناطر ما كانوش. دابا الحمد لله تحسنت الوضعيه شويه، ملي تصايبوا هاد القناطر دابا وداك الشيء غتكون الامور ان شاء الله بخير. القنطره ملي كانت قبل ما تكون هاد القنطره كنا كنعانيو في هذا الطريق، كانت المعاناه، ولكن دابا ملي كاين هاد القنطره الحمد لله دابا القنطره مزيانه وكبيره حتى شادنا من الراس حتى للراس ديال الواد. هادشي كان كيفرح بزاف من ناحيه الاصلاحات اللي كاينين في الطرق وهاد الاشواط اللي حقتها البلاد تاعنا. إنجاز هذه القنطرة التي تمتد على طول 275 مترا كلف اعتمادات مالية حددت في 39 مليون درهم، حيث يصل عرضها إلى 10 أمتار وبأساسات عميقة تتراوح ما بين 16 و 17 مترا، حاملة ل 11 ممدودة بطول 24 مترا للواحدة. إنجاز يشكل لبنة أولى لمشروع الطريق السريع تيزنيت العيون. مشروع من بين المشاريع الكبرى التي تعرفها جهة قلميم وادنون. هذا المشروع الهدف ديالو هو تحسين ظروف السلامة الطرقية بالإضافة إلى حذف نقطة انقطاع في خلال موسم الانقطاعات. هذه القنطرة هي من نوع الخرسانة المسلحة، يبلغ طولها 270 متر والعرض ديالها 11 أمتار، التكلفة الإجمالية ديالها 39 مليون ديال الدرهم. القنطرة كتواجد بالاضافه ديالها يعني 5 ديال المنشات ديال الربط، كيبلغ الفتحات ديالها كل فتحه 3.5 متر فوق 3.5 متر. دوك الهدف من هذه القنطره هو رفع مستوى الخدمه ورفع من شروط السلامه في المحاور الطريقيه الرئيسيه للاقليم. قنطرة إذن بهذه المواصفات تعد بداية فعلية لتنزيل أساسات الطريق السريع تزنيت العيون الذي يشكل أحد مرتكزات البرنامج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، منشأة كبرى ستضع حدا نهائيا للصعوبات التي كان يطرحها هذا المقطع الطرقي المحوري خاصة خلال فترة التساقطات المطرية.